لماذا لا يصاب الفلاحين بالاكتئاب؟ عنوان جريء شوية، بس أنا ما عنديش مشكلة فيه الصراحة لإني فلاح، وعندي ما يثبت ذلك، بس أنا باحب الخصوصية شوية فمش هاوريكم، فالموضوع مش فارق معايا عادي اتكلم براحتي يعني. It's about me. دي أول نقطة. تاني نقطة، أنا عارف إنكم فاهمين بس أنا حابب أوضح. الحلقة دي وكل الحلقات مبنية على رأي شخصي وتجربة شخصية ونظرتي أنا للحياة. أنا بعرضها أو بطرحها عليكم مش بفرضها عليكم. حلو الكلام؟ متفقين؟ ندخل في الجد. نرجع بقى لسؤال حلقتنا المثير، وهو لماذا لا يصاب الفلاحين بالاكتئاب؟ عمري في حياتي ما سمعت حد من أهل القرى أو أهل الصعيد اللي هم العرب جاي يقول أنا عندي اكتئاب، أو أنا عندي anxiety، أو أنا عندي eating disorder يا أدهم. ما حدش قال لي كده خالص. أو مثلًا أنا بoverthink، أنا بoverthink في موضوع كده ومضايقني أوي. وعمري مثلًا ما شُفت مثلًا ناس، مجموعة من الفلاحين خلّصوا شغل واتجمعوا كده تحت شجرة بيتكلموا، فالراجل يقول للتاني والله البت دي بتعمل لي ghosting، مش عارف أتصرّف معاها إزاي. أو مجموعة من البنات قاعدين كده مع بعض في البيت مثلًا أو في حتة، فتقول لها ده ده toxic، ده شكله نرجسي وبيمارس عليَّ الgaslighting والصمت العقابي. عمري ما سمعت كده خالص، وأعتقد أنتم كمان، وأعتقد يعني في ناس بتضحك وهُم بيتخيلوا الموضوع. عمري ما شُفت حد من أهل القرى بيفكر التفكير ده أو بيقول الكلام ده، أو حتى عارف معناه. طب قُل لي ليه يا أدهم، قُل لنا ليه؟ What we don't know can't affect us. ومش معنى إن أنا باتكلم بالإنجليزي يبقى أنا باهرب من هويتي الفلاحي. الحاجة اللي ما نعرفهاش ما بتأثّرش علينا. تعالوا بقى نقارن حياتنا بحياة الفلاحين عشان أثبت لكم النقطة دي. الفلاح بيصحى الصبح بدري، يروح الأرض يشتغل أو يتاجر أو يعمل اللي بيعمله، بعدين بيتجمعوا مع بعض بعد الشغل، بيتجمعوا مع أصحابهم مع أهلهم، بياكلوا ويتكلموا كتير ويحكوا، وبعدها بيناموا عشان يجهزوا ليوم جديد ويكرروا نفس الموضوع. من وهم صغيرين متربيين تربية معينة، يكبروا يتعلموا يشتغلوا يتجوزوا يربوا يخلفوا ويربوا وخلاص يتكلوا على الله. رتم حياة هادي ومرسوم وواضح، بعيد عن صخب المدينة، دوشة السوشيال ميديا، التفكير الغربي اللي دخل فجأة وسطنا، وأي حاجة بتأثر علينا وعلى مفهومنا. إحنا بقى نصحى من النوم نمسك الموبايل نشوف انفلونسر أو حد ناقص عايش حياة جميلة جدا، فنقعد نقارن، ونصحى كده نبتدي يومنا واحنا شايفين ان احنا قليلين ومش عاملين حاجة في حياتنا. نغسل وشنا وننزل بقى نشوف دي بصت لي ليه، وده بيقول ايه، طب دول قصدهم ايه، طب بيتكلموا كده على اساس ايه، طب انا المفروض اعمل ايه. ولما نيجي بقى ندخل في علاقة، يا ترى ده باد بوي ولا جود بوي؟ لا انا هفيكس هم، لا انا هتقل عليها. طيب أنا عندي trust issues، أنا عندي anxiety، لأ أنا عندي fear of commitment، لأ أنا مش عارف أنا عندي daddy issues. طب أنا دلوقتي أعمل block عشان أبان قوي، والّا ما أعملش block عشان أبان مش فارق معايا أي حاجة؟ طيب إزاي نتخطى؟ طيب إزاي نعدّي الoverthinking؟ طيب إزاي نجعل من أذانا يندم؟ أشتغل في شركة والّا أفتح مشروع والّا أبقى influencer وblogger زي ما الكل بيعمل؟ أدخل أي كلية، أدخل كلية قمة عشان أفرّح أهلي والّا أعمل إيه؟ والّا أدخل أي حاجة عادية؟ أسافر الخليج وأشتغل هناك والّا أقعد؟ نخلّص كل اليوم الزحمة ده بكل الأفكار دي وكل التعاملات مع الناس دي، وقوم راجعين بقى قاعدين على الموبايل تاني. أي واحد معاه موبايل وكاميرا يقوم زي كده طالع بقى يقول إيه، كيف تعرف النرجسي، كيف تتخطى النرجسي، العلاقات، الأمراض النفسية، الصمت العقابي، إزاي تعرف أنت مكتئب والّا لأ، إزاي تعرف أنت في علاقة سامة والّا لأ. كلام كتير وأفكار عمّالة تتخزن في دماغنا ولا إحنا عارفين هي صح والّا غلط والّا تروح يمين والّا شمال، ونقوم بقى نايمين وصاحيين على كل ده تاني. شُفتوا الفرق بين حياة الشخص اللي في القرية وحياتنا إحنا عاملة إزاي؟ حياة هادية بعيدة كل البُعد عن التأثيرات الخارجية، والمجتمع اللي ماشي بالشكليات والماديات. هتقول لي دول ناس جاهلين، هاقول لك لا يا فندم أنت غلطان. يا فندم الجاهل ده بيصحى من نومه يروح على شغله يرجع على بيته ولمراته وعياله يربيهم أحسن تربية ويعلمهم وينام تاني ويصحى على شغله، وهكذا وزواليك. وده اسمه استقرار مادي واستقرار نفسي. وانت يا فندم قاعد لسه عمال تأوفر ثينك في البنت اللي رزعتك الخازوق من 3 4 سنين ومش عارف تتخطى الموضوع، ومش عارف تدخل في علاقات تانية، وبقيت توكسيك. زود على ده انك عندك fear of commitment، ماشي، ومش عارف تتخطى العلاقة دي. قوية صح؟
هتلم بقى وبلاش قلة أدب على الصبح. خلينا صريحين مع بعض، أنا مش بهزر هنا أو بهزر الصراحة. هل أنا بلومكم؟ آه، بس بالوم المجتمع معاكم وبالومني أنا شخصيًا، أنا زيكم، أنا مش مختلف فيها. تعالوا بقى نتعمق أكتر ونبعد عن الفلاحين والصعايدة والحاجات دي كلها ونتكلم بشكل جدي. هل فعلًا أهل القرى وأهل الصعيد مش بييجي لهم اكتئاب ولا أمراض نفسية؟ لأ بييجي لهم عادي. طب أنت كده جننتنا، كده إحنا هنقفل الفيديو على دماغك وإحنا غلطانين إن إحنا فتحنا اسمعوني للآخر بعد إذنكم. الأمراض النفسية حاجة حقيقية جدًا، وأي حد بيتصاب بيها، ما فيش حد كبير عليها. بس زي ما الأمراض الجسدية بتحصل بسبب الفيروسات أو الميكروبات أو الجينات حتى، الأمراض النفسية بتحصل بسبب المجتمع والتربية. فهمتوا؟ ما فهمتوش؟ بسبب المجتمع اللي حوالينا والتربية إحنا معرضين يصيبنا أمراض نفسية أكتر من الفلاحين وأكتر من الناس اللي عايشة في القرى وبعيدة عن دوشة المجتمع والسوشيال ميديا. أو بشكل تاني أسلوب حياتنا هو اللي بيخلينا معرضين للتعب النفسي الاستنفاذ، يا رب أكون قلتها صح، أكتر منهم. نعمل إيه طيب يا أدهم؟ تعالوا أقول لكم هنعمل إيه. الأوفر ثينكينج حاجة طبيعية جدا. العقل لما بيتحط في موقف مش مفهوم أو مع شخص مش واضح، فبالتالي بيفضل يخلق سيناريوهات ويسأل 100 سؤال علشان هو عايز إجابة. العقل عايز إجابة، مفيش مشكلة في الموضوع. فده شيء طبيعي جدا وعند أي حد، لأن ساعات كلنا بنتحط في موقف مع أشخاص إحنا مش فاهمينهم، فمفيش مشكلة. فما فيش داعي بقى ان احنا نكبر الموضوع ونقعد نقول لا ده احنا اوفر ثينكرز، ده احنا عقلنا ما بيبطلش تفكير، ده احنا لازم اللي يكون معانا بيراعي الحتة دي فينا. انا عايز واحدة بتعرف تقدرني وتعرف ان انا اوفر ثينكر. ايه الاوفر ده؟ برضه ما حرام برضه. ونتفرج بقى على فيديوهات اللي هي كيف تتخلص من الاوفر ثينكينج، ونقعد نحط في دماغنا ان احنا خلاص بقينا من الاشخاص دي تفكيرنا مفرط وده مرض نفسي لحد ما فعلا ده يحصل. انت كده حولت حاجة طبيعية لمشكلة فيك، ومن كتر ما انت عمال تكررها وتعيش تعيش الدور، ماشي، هي بقت مشكلة فيك فعلا. مع ان الحل بسيط، لو احنا مع موقف او مع شخص مش فاهمينه، نسأل سؤال واضح. هل خدنا إجابة كويسة؟ الحمد لله زي الفل. ما خدناش إجابة كويسة، يا نتقبل إن الشخص والموقف مش واضحين، يا إما ناخد بعض ونمشي. وده اتكلمت عنه في حلقة الأوفر ثينكينج قبل كده. فبس بالبساطة دي. تاني نقطة، حاسس إن أنا عندي اكتئاب أو مشكلة نفسية. صح، أنت جميل، أنت زي الفل، روح لدكتور. ما تقعدش تفتح النت، تفتح السوشيال ميديا وتفر في الفيديوهات وتسمع رأي ده ورأي ده ورأي ده. والله 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 كل واحد بيتكلم عن تجربة شخصية، عن حكمه هو للموضوع، وده غلط كبير قوي. كل إنسان ليه الحاجة اللي تناسبه هو والعلاج اللي يناسبه هو. فأنت كده بتشتت دماغك وتشتت أفكارك، لو مش بتستفيد فأنت بتاخد معلومات غلط تمشي عليها حياتك. روح لدكتور يفهم شخصيتك ويحللها ويديك العلاج المناسب ليك، وده الصح. يعني بعد الشر لو حد فيكم جاله مرض وحش، مثلا مرض جسدي وحش، هتفتحوا التيك توك؟ هتسألوا جوجل هيموتكم على طول. هتسألوا شات جي بي تي؟ هتروحوا للدكتور، لأن الموضوع ما فيهوش هزار. نفس الكلام للدكتور النفسي. تعالى أحكي لكم أنا حكايتي. أنا كان عندي شخص في حياتي وذكرته في فيديو التعلق. الشخص ده مؤذي جدا، بيسبب لي تفكير مفرط على طول، بيخليني متضايق على طول. انا شخص بحب اقرا جدا وبحب علم النفس واشوف الفيديوهات. طب انا عملت كده، الشخص ده نرجسي، ده مؤذي، وانا حساس واوفر ثينكر وعندي مشاكل وعندي مش عارف ايش وايه، وهو توكسيك وهو كلام كتير قوي على مر السنين. يعني سنتين تلاتة عمال بس ان انا احلل في الشخصيه بتاعتي وبتاعته، لحد ما رحت للدكتور قعد يسالني اسئله غريبه. في الاخر قال لي ادهم انت عندك تعلق مرضي بسبب كذا 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 كذا، واقنعني. هم قعدت بعدها كام شهر وقمت حلت الموضوع خالص وقطعت مع الشخص ده. ما كان من الاول، قعدت سنين عايش نفسي في وهم وافكار وتبريرات، وكل واحد يقول لي كذا وكل فيديو يقول كذا وكل كتاب يقول كذا. طب ليه اعمل كده؟ طب ما كنت رحت للدكتور، او كنت رحت لحد فاهم يدلني، بدل ما انا ضيعت نفسي وضيعت سنين من عمري. تالت نقطة، الناس اللي هي بتاعت ايه، عندي anxiety، عندي ADHD، عندي fear of commitment، الواد ده نرجسي، البت دي ده عندها daddy issues.
باكره الناس دي، باكره الناس دي، باكرهها جدًا، اللي هو أنت مين عشان تحلِّل نَفْسك، أنت تدّي لنَفْسك مرض نَفْسي كده، أنت مين؟ أو أنت مين عشان تحلِّل اللي قدّامك وتقول عنده مشاكل نَفْسية، بناءً على موقف هم عملوه معاك، يعني أنا مش فاهم، أنت مين برضه؟ ما أنت رُد عليّا، أي حد كده يزعّلك، أي حد يعمل موقف تقوم رامي عليه مرض نَفْسي كده على طول، ده عنده ADHD، ده عنده daddy issues، أنت مالك أنت، أنت مين؟ عامل كده كأنك كنت قاعد في مكان وواحد عطس، قمت بصيت له كده، ده أكيد عنده انسداد في الشريان السابع وعنده الضغط والسكر من العطس، وأنت أصلًا خريج تربية اجتماعية. طب أنا استغفر الله العظيم يا رب. يا حبيبي ويا حبيبتي، الحاجات دي مش بتاعتنا اللي إحنا نقيّمها، طول ما إحنا قاعدين بنوصف نفسنا بحاجات وبنوصف الناس بحاجات مش فيهم، هتحصل وهتكون فيهم أو فينا بجد. طول ما إحنا قاعدين نحلل العلاقات، لمّا نيجي ندخل في علاقة، هنقعد مستنيين العيب يظهر، فهيظهر فعلًا، بس مش هنشوف حاجة تانية غيره، لإن إحنا مستنيينه، والدنيا هتبهوأ مننا. إحنا جيل واعي ماشي، وأنا ما عنديش مشكلة ولا اعتراض في ده، بس إحنا واعيين بزيادة وِحشة، عارفين معلومات كتير أوي، بس مش عارفين أيهما صح وأيهما غلط، ولمّا نعرف مين الصح ومين الغلط ما بنعرفش نستخدمهم فين. فده بيسوّحنا وده بيخلّينا مش عارفين نعيش الحياة صح، مش عارفين ننبسط، مش عارفين نتقبّل نَفْسنا ولا نتقبّل اللي حوالينا، فعلًا بيصيبنا الأمراض النفسية، وبتكون بسببنا بقى، إحنا السبب فيها. في مثل مصري يقول لك: اللي يخاف من العفريت يطلع له، يعني اللي أنت عمّال تفكّر فيه وشاغل نَفْسك بيه مخلّيه محور حياتك هييجي لك. فيا عزيزي المستمع، ما ترميش ودنك للناس اللي على السوشيال ميديا، اللي عمالين يتكلّموا على الفاضي والمليان وعن تجاربهم الشخصية، مش حاجات علمية مثبتة كمان. هيخلّوك خايف من كل حاجة ودايمًا واخد وضعية الدفاع، وهيدّوك معلومات غلط. اللي مضايقك واللي مزعّلك حاول تصلّحه، ما عرفتش امشي، اتّكل على الله. ما تقعدش بقى تقول toxic، نرجسي، صمت عقابي، مش عارف إيه issues، إحنا بنقعد نقول كل الكلام ده وفي الآخر برضه بنمشي. اللي قلقك وموتّرك ومخوّفك شوية، ممكن عشان حاجة جديدة في حياتك، ممكن علشان أنت حاجة عايز النتيجة تكون ناجحة وتعبت فيها، طبيعي، فأنت قلقان، فمش لازم نسميها severe anxiety. زعلان شوية، متضايق شوية، خُد break، ارتاح، ابعد عن الحاجات اللي بتزعّلك، الحاجات اللي بتستنفذ طاقتك، مش لازم يكون عندك اكتئاب بقى وأنا قدّام الناس فرحان لكن من جوايا زعلان ومكسور وفيديوهات حزينة والجو ده، مش لازم خالص. حاسس لأ إن الموضوع كبير وفعلًا أنا في مشكلة، ممكن أكون مُعرّض لاكتئاب، مُعرّض لحاجة، حبيبي روح لدكتور، أنا معاك، روح لدكتور. مش بتحب الدكاترة، اسأل حد كبير وعاقل، حد واحد بس، ما تقعدش تسأل الناس كلّها. مش بتحب تسأل حد، يا عم ارمي نفسك وجرّب، جرّب في الدنيا، شوف أنت هتعمل إيه، شوف أنت عندك مرض بجد والّا لأ، لمّا تجرّب هتعرف. أنا باقول لك كل الحلول أهو، بس ما تجيش تحلّل لي نفسك، ما تجيش تفتح لي فيديوهات بقى وتقول هل أنا مُصاب بالdepression، هل أنا مُصاب بالanxiety، ما تعملش كده. ويا جماعة لمّا ندخل في علاقات بلاش نستسلم للمصطلحات بتاعة اللي هي love bombing، ghosting، gaslighting، مش عارف toxic، الجو ده. والله، والله، والله الحاجات دي بتخلّيك تبرر الأذى اللي بيُقع عليك، وبتخلّيك تقعد فيه فترة أطول، بحيث اللي أنت لمّا تخرج منه وده كده هيحصل، هتكون متأذي ومفشوخ على الآخر يعني. فليه من الأول؟ حاسس بحاجة مش مريحة، حاسس بأذى، حاول تحل، حاول تتكلم، ما لقيتش حل اتكل على الله. الحل بسيط، الحل بسيط، أنا بادّيه لك أهو في فيديو مجاني على اليوتيوب. مش لازم بقى تقعد تبرر، لأ ده نرجسي، لأ كيف أجعله يحبني، لأ كيف مش عارف إيه، لأ المفروض أتقل شوية، لأ المفروض الgaslighting أدّي له واحدة صمت عقابي فيدّيني واحدة صمت عقابي، أدّي له واحدة ghosting. لأ، لأ، كتير، 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 كتير وصداع وكلام وحاجات مش صح ومش طبيعية، مش طبيعية. للأسف، للأسف أنا زيي زيكم، أنا فلاح على البطاقة بس، لكن مليان مشاكل وباحاول أحلها وفعلًا بانجح اللي أنا باحلها. فأرجوكم، أرجوكم لآخر مرة ابعدوا عن المؤثرات اللي حوالينا، عن التفكير الغربي اللي إحنا مش متعودين عليه ولا هو أصلًا طبعنا. عيشوا عيشتنا، ارجعوا لربنا، يعني ربنا، يعني لو أنت محتار في حاجة بدل ما تoverthink صلّي استخارة. أنا بس مش عايز أقلبه محتوى ديني، بس باقول لك إن في higher authorities ممكن تساعدك أكتر من الفيديوهات اللي أنت بتشوفها. أي حد بيقعد يتكلم عن الأمراض النفسية والعلاقات النفسية ومش عارف إيه زي كده، على طول فرّوا، ما تقعدوش ت ت ت تسمعوا، ما تقعدوش تدّوا ودنكم لحد
هو مش أهل لده، اكتشفوا أنتم نفسكم، اكتشفوا العيوب والمميزات، ما تخلّوش أي حد معاه موبايل وكاميرا زيي كده يقول لكم أنتم إيه الحلو اللي فيكم، وإيه الوحش اللي فيكم، وإيه العيوب والأمراض النفسية اللي أنتم بتتعرّضوا لها وإزاي تواجهوها و. عايزين مساعدة بجد، في دكاترة، دكاترة بيفهموا وبيتكلموا على أساس علم، وبيتكلموا على أساس حياتك أنت ماشية إزاي، بيعملوا برنامج خاص ماشي بحياتك عشان يعالجوك، لإن كل إنسان طريقة العلاج بتاعته بتكون مختلفة عن التاني. بس كده، أنا قُلت لكم اللي فيها، ويا رب، يا رب تستفيدوا، ويا رب ما أكونش ضايقت حد، وتصبحوا على خير، أو صباح الخير، صباح الخير.